السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أخباركم؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. الحقيقة النهاردة معايا مكنة جيرلس في غرفة، عايز أوريكم إزاي بتركب. بداية بنحط الكمرتين دولت، هما يكون عليهم التحميل، بتوزنهم، بتحط تحتهم بلتتين عشان يتضاق فيهم مسامير الهيلت بعد ما تخلص وتلحم، واحدة من ورا وواحدة من قدام، وبتوزنهم هما الاتنين. وبعد كده بتحط عليهم الكمرات الاتش، وخد بالك انت وبتحط الكاميرات الاتش في مقاس بتحترمه اللي هو بتاع السبورتينات. احنا شغالين على 57 ونص، هما دول الكاميرتين الاتش انت بتحطهم وبتوزنهم برضه. هما دول المقاس 57 ونص. وطبعا بتحط الكاوتشات بتاعت المكنة بتربط بسبورتينات عشان تتحرك معاك يمين وشمال، ودي حاجة كويسة خالص عشان خاطر تبقى حر تتحرك في كل الاتجاهات. خلاص حطيت الاتشات ووزنتهم، بتحط الفرش بتاع المكنة وبتربط الفرش، وتاخد بالك انه فيه صامولة مربعة عشان تعوض الاختلاف بتاع الكاميرا، لان الكاميرا ديت من قدام يعني اقل سمك من ورا. وطبعا بتاخد تعمل اسقاط بعد ما تركب الطارة، بتعمل اسقاط عشان تعرف انت فين، وبتحرك المكنة معاك لحد ما توصل لأقرب نقطة. بعد ما توصل لأقرب نقطة بتبدأ تربط السبورتينات ديت نص رباط. بعد ما تربط السبورتينات ديت نص رباط، بتاخد اسقاطك وتربط سبورتيناتك، وتاخد يمين وشمال لحد ما يديك بالظبط الاسقاط بتاعك. طبعا هي عندنا ترحيل 20 في التجل، وعندنا الدي بي جي 120، والطارة بتاعت التجل 40. بمعنى انك انت هتاخد من جنب العمود 20، وبعد كده الطارة 40، يبقى كده 60، ومعاك الناحية التانية 80، يبقى كده الترحيل 20 اللي احنا قلنا عليهم. طيب بعد كده تبدأ تاخد المكنة بتاعتك، خلاص انت خدت الإصدار بتاعت المكنة زي ما قلنا 40. راح تنزل ميزان زومبا وتاخد من الخيط بتاع ميزان الزومبا. طبعا دي الحبال لسه مركبتش. تاخد من الخيط بتاع ميزان الزومبا لحد نص النقطة الثابتة. طبعا النقطة الثابتة بنقسمها، بنقسم النقطة الثابتة. يعني لو مثلا لو 40 يبقى النص 20، لو 30 النص 15. وبعدين بتاخد الزاوية وبتنزل الزاوية، بتحرر الزاوية على النقطة الثابتة. طبعا بعد ما تاخد ال40 من الخيط من هنا من اليمين ومن الشمال، وطبعا بتاخد الزاوية بتاعتك اهي وبتنزل تعلمها تحت. وبعد ما تعلم الزاوية تحت هتحررها مع التقسيم بتاعت النقطة الثابتة. خلاص حررنا كده الخيط اتنقل في نص النقطة الثابتة، ويمين وشمال زي ما قلنا 40 40 من أول الخيط. تمام، بتثبت النقطة الثابتة بتاعتك زي ما قلنا 40 من خيط، 40 من الطارة بتاعت الكابينة، لأنه طارة الشاسيه بتاع الكابينة نفسها 40. تمام. ودي النقطة الثابتة بتاعت التقل، نفس القصة برضه. بتعمل ايه؟ بتنزل ميزان زومبا، بتحط اول حاجه الكاميرا ديت، وبعدين تحط تحتها بلتتين، وبتنزل ميزان زومبا على الطاره بتاعت المناول اللي انت طبعا وزنتها وعملت لها اسقاط على الطاره بتاعت التقل وظبطتها بالظبط. وتنزل من هنا ميزان زومبا، وتاخد من الخيط الزاويه، تنقل الخيط على الكاميرا وبتلف الزاويه الناحيه التانية عشان يبقى معاك الخيط الناحيه التانية. وتاخد يمين يمين قد شمال، بتكون قاسم البليته بتاعت النقطه الثابته تشوفها كام، وتقسم من النقطه بتاعت الزاويه اللي انت نقلتها ديت نص يمين ونص شمال اهو، برضه دي بتكون مقسمها. وبعدين تزوي الكاميرتين دول، تزوي واحده فيهم وتاخد التانية مقاس اهو على النص اهو. يعني المفروض النص اللي انت نقلته من جوه، النص اللي انت نقلته من جوه بالزاويه يبقى هو نص البليته. وبتاخد من الطاره لحد النص بتاع البليتة ال40، لأنه الطارة بتاعت الشاسيه بتاع التقل 40. خلاص. طبعا بتاخد من الطارة لحد النص، وبتزود 5 اللي هما الحبلين من أول جنب الطارة لحد نص الحبال بتاعت التقل. خلاص. وقفت الزاوية. عن وقف الزاوية طبعا الزاوية تقف أفقية كده عشان تعرف تاخد منها المقاس.
طبعا دول حبال التقل نازلين على طارة التقل وطالعين على النقطة الثابتة، ولافين ونازلين لتحت على الطارة بتاعت الكابينة، وطالعين على نقطة ثابتة برضه. عندنا 4 حبال زي ما انتم شايفين تقسم النقطة الثابتة ديت. وده الباراشوت. طبعا الباراشوت ليه مقاس برضه، بتنزل خيط زومبا على مكانه في الشاسيه، وبتحرر مقاس، تربع المقاس من الكمر الاتش اللي شايل المكني. تمام. استنوا لحظة اجيب لكم دلوقتي ازاي اوريكم الزاوية بتتاخد من اول ما تنزل الخيط بتاع الزومبا على الطارة بتاعت المكنة اللي نازلة على الكابينة. هي صراحة مكنة سهلة في شغلها، لكن وزنها تقيل. دي حاجة. تاني حاجة طبعا المقاسات صعبة، لازم تتحقق. واحيانا اهو بص في الاول تنزل خيط الزومبا على الطارة، على نص الطارة، وبعدين تحرر بالزاوية زي كده وتعلم العلام الاسود ده، وبعدين تنقل العلام تحت. اهو العلام نزل تحت. بعد ما تنقل العلام تحت تجيب الزاوية نفسها تحررها على العلام اللي هو تحت اللي انت نقلته ده. طبعا كل واحد ليه كذا طريقة، بس الطريقة دي اسهل طريقة واضمن طريقة. وتيجي ناقل اهو على النص اهو، تيجي ناقل كده نص الباليتي. تمام. دي بالنسبة لشمال ويمين. اما بالنسبة للبعد بتاخد من الخيط مقاس لحد النص، المفروض لحد نص الباليتة يديك 40. ال40 دي اللي هي قيمة الطارة بتاعت الكابينة. تمام كده. وبعد كده تاخد طبعا من شاسيه المكنة يمين قد شمال كده تبقى ربعت. وهنا بالزاوية بتزوي الكاميرا ديت بعد ما تاخد مقاسها زي ما قلنا، تحط النقطة اللي جايه من الزاوية وتاخد شوف الباليتة كام وتقسمها على 2 وتاخد يمين وتحط الكاميرا، وبعدين تزوي الكاميرا وبعدين تقسم. بعد ما تزوي الكاميرا تشوف المقاس بتاع الباليتة وتاخده ورا الناحية التانية، ناحية الباليتة اللي في الأرض. هنا توقف الزاوية عشان تاخد المقاس من أول الطارة لحد الزاوية اللي قلنا عليه من شوية، اللي هو بيكون 35. والخمسة بتكون ايه؟ بتكون الحبلين لحد نص لحد نص الطارة. خلاص. لحد كده يا شباب بيخلص الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو حد عنده اي سؤال يتفضل في التعليقات وانا تحت امركم. مع السلامة.